شلام عموخن خزيانا يقرأ بكل دوكت إيتون من برس خزوة رشمايا أثرم بريخة العراق شبكة يذاع عراقايا يذاع أثرايا أثريث عراقيث سريثا قبل خبا وإيقارا كل دوكت إيتون وأها خلقت خثة من خرزة سوادة قنيا حديث القلم كد كل غذا خلقت مجابخ خكثاوة بخا جغلا بريشة مجال معين ومستقبلخ نستقبل يعني أرخنخ مضيف كاثود أكثا قمن هرتا بودية هرادغ بين أمرن بشراد خلقتا كيم خبط أسعى الغذاء الشايوثة تنوع جو جغلة مجالات بيشيم جبية إكثاوة بودية قد ماسخ ميثخ بهرا سلط الضوء الخمنيانة بشرابة من جغلة إلى على أكبر عدد من المجالات أخطوسا كثاوة اتخلقت اليوم إلى بتغذى ماثا من مثواثة عمن جو أثرا بريخة العراق هايت إلى ماثا أدميزة إلى ويثا جو بنيثة برور اختيثا جو رستاقة أمدية هيوباركية نهضرة دهوك إلى كثاوة شمدية تاريخ وجغرافيا أدماثا أدميزة تاريخ وجغرافيا قرية ميزة مشوتبلا بسيامته بكثاوة دية ميقرة نافع شابو برواري وأب مشوتبتا الدكتور رمزي رفايل برواري وجميل يوسف برواري ثلاثة برصوبة مشوتبلا جو سيامتا ينكثاوتد كثاوة بوتماثد ميزة أرخد خلقت تديو إلى خمن داني ثلاثة ميقرة هاوت إلى دكتور رمزي رفايل برواري تيمون عميم قبل خلا بشينا قدا خلقتا بكل خبام قبل خلق بشينا وإقارة دكتور رمزي أخا من سايومد كثاوة بوت تاريخ وجغرافيا أدماثا أدميزة السيم رابا وأنا مشكرة كبيرة لي قريثة كنت تمكن باست ماثا أميزة السيم رابا رابا بشينا دكتور أنا أخت منهري قداها عتادة مقدمة نجرب أن أودنخا أتشايوثة تنوع قكثاوي ما تخلق قدا خرزة أديم يوم إلى بوت ماثة ميزة بريانتي لبدا خلق ثخيتا بوت هويا إن إيثن كثاوي سيمة بوت ماثة خيتا من مثواثن أي قريثة لا فكاثوي قا سايومديا ان مخبي مشوتي بي قدا خرزة خزانا ميقرا كثاوة بغزاتهم إلى من قش ما ماسخ أمرخ مصعايا يعني زور أو مصعايا صغير أو متوسط وبمبالي لقو أمرخ أطشي وثلاثة بثواثة إن خازخك مودع نواثة قوناية معلومات عامة شمت كثاوة سايومدية تنضيد وتصميمي لدكتور عزيز رحيم صادق تخرخ له الشمالية وخلوقيها مراجعة لغوية دكتور سمير خوراني إشراف فني فيربون أيام شركة لين مكتبي الأستاذ صباحكم لا صباح بويا لأن رقم طابع ولا الحساب دي حقيقة رقم الإيداع كذا رابط شكرنا أستاذ صباح بويا لأن رقم لي بواجب هاي بسيم رابط شلامو إقارة طالع طبعا الأولى رقم رابط صباح إيثن إهداء مشكننتا بصرا دخيثن عتادة دخل خكثا وخينا ميزة قوت خارة بنونا وشركة أن دي لياثة كله خويشاثة بآثة خلي من أرخن يقرأ هذا أرخن خبيوة دكتور رمزي أنا يولي خا أمرخ مودعانوثة خجليثة عرض قوانايا عام سريع قمت أورغ بي ديلياثة تفاصيل عياذاثة لويثة قدوة خرزة دي طلب من أرخم يقرأ أدمقروخة من هرته بودقانة بود ميزلته يعني أمرخ شربت خي سيرة ذاتية وبريشايث السيرة العلمية أو الأدبية قخزيانا يقرأ فاقط بس سيما رابا وانا بشكر الله مره يعني خقر اخذته بشكل قناه الشبكه القناه العراقيه قام يوالي اي فرصه ممكن باست ماثن حقيقه انا بادن من هويتي من ماثن ولهذا يعني انا هويتي من ماثن كلش يعني بشلخ حافظ طاليت مقدما او كثن خكثاوه تاريخ ماثن دي تلباش من شيء انا هويه ماثن طبعا واخني بعد زورنا باشتيوخاء مهجروالا من ماثن بأحداث 11 أيلول يعني مجرد من الماثل دوك اشتيوخاء تامامكم الوالي يعني ابتدائية دي سجل والي ابتدائية وثان متوسطة وإعدادية بضرب سؤال شغلة كلية صدفة بريلة أنه بريلة أحداث 74 مجيرا من الدهوك البغداد تامة بغداد وير والي بكلية جامعة التكنولوجيا سنة 75 بكلية جامعة التكنولوجيا قسم اليمنية والي هندسة مكان المعدات خرج والي كمهندس ميكانيكي شيتت يعني أمر أخرى شوي وتش
بثرة ديقة يعني كسيرة ذاتية بشوالة عسكرية بثرة عسكرية شمي برتوالي كدراسات عليا ثوالي بال80 أمكم اللي ماجستير وبثرة ديقة هم يثم عسكرية وخقر ختم وقم ذودي وانا تنسيب ب 85 عنن واليقو مع التكنولوجيا بغداد شيت 58 تام بشوال الحقيقة مدروسي بحل يعني لثي لخ فرصة طالع بش بلاشة ومبلاشة فخ فرصة نكمل الدراسة دي خارج العراق بشي مجبور بسنة يعني البوتشم كملنا دكتوراه دي بجامعة التكنولوجيا واخرج واي تقريبا يعني ب 2000 وال 2004 وذولي مناقشة دكتوراه دي إذا كملوا واي دكتوراه جامعة التكنولوجيا وبشوالي بغداد حل 2007 ونتيجة دن وضع البريوالة بوقتها 2007 ثيوالا أخا العنكاوة تاما يعني أنا شغلات بريوالة تاما يعني إثوالي تقريبا أنا خفترة مدير تسجيل مع التكنولوجيا وخفترة رئيس فرع السيارات هنا أنك معلومات ببغداد وإثوالا جهات داعمة مرات همين إثوالا خاصة مثل أحداث 91 مشترك وانا في تصاميم شغلات يعني بري ولا بطل بلاشة يعني اتوالا يعني جهات اخرى او ذخوا يعني عن طريق جامعات ومعاهد جهات سانده للجهات العلميه او مركز البحوث والشغلات اتوالا تقو بغداد اذا اتوالا الشولاني اتوالا دعم كاساتذه الجامعات خاصه دخا قيطره اتوالا خمندي ووقتها رواتب لوي هذا اذا يعني حكمة مساعد ولا أمرها بلوخ جهات ساندة بقيطة من إذن بلوخ ولا كبيرة تصاميم الشغلات تابعت بوقتها التصنيع العسكري أن الشغلات يعني تقريبا قبغض تقريبا يعني كدرجات العلمية ثوالي بوقتها يعني من أول تعيين دي أستاذ مدرس ومدرس مساعد بعد ذلك الترقية بشوالي مدرس وتقريبا بعدين قمت اثنوا لخم بشوالي كاسست بروف استاذ مساعد ترقيه ديت بروفيسوريه اخوا مشقم ولا بسنه واحد يعني 2021 كبروفيسور حقيقه اخا مدرس لي تقريبا من 2007 تقريبا لل 2024 لان ب 2024 قبل طوال تقاعد نهايه 2024 مدرس والي جامعات كلية الهندسة جامعة صلاح الدين جو أربل نعم وكلية ثوالي جامعة جهان المدرسة قاوة جامعة الكاثوليكية المدرسة قاوة أنا دكان دين كمدرسة وتقريبا قمهم خشية تريش النيب شوالي طبعا أنا من مؤسسين جمعية حدياب الكفاءات ونقعن كاوة بعدين هم بشوالي قم تريش النيب رئيس جمعية حدياب للكفاءات انت من دي خلنا لين طبعا اشراف بسيمه دكتور اشراف اثوالي بس كملنا طبعا خلال فترتي اثوالي اشراف على طلاب ماجستير وطلاب دكتوراه وحل دادي نطلع تقاعد من انت اشراف اتخاذ طالب بعد هم مشرفين اللي وانا متقاعد يوم بحوث اثوالي اكثر من 40 بحث من بحوث العلميه انا بشويه ترقيه دي مرتبه بروفيسور اذا انا حاليا داين اشغل اي مرتبه نتيجه تقديم ان بحوث اثوالي حدود فوق 40 بحث اثوالي عن كلها طبعا كل علميه لخنيه تقنيه كهندسه خاصه اخني هندسه ميكانيكيه بحوث كلها علميه لو عن الطاقه وما طاقه وكذا اختصاص دي طاقه راوس دكتور خلمان طاو خيريخه قعطاءات البناي خينه بالزوده ميقروثو قداما هرتا مقرولو خمندي قليا ومليانه بوت مازلتا البانايثا قاوه بخرا يثمروخي اليوم يوم ريشه تسعتن دبرنتا كنشتة حدياب لمصياثة أو أي معلومة أنا يظنها يوت ميقروط غراي جمعية حدياب للكفاءات بالمناسبة خم بكريا بدا كنشتة أن مخوبت موديلة يعني أن خوباطي ريشاي دي أبرز نشاطات جمعية حدياب للكفاءات أبرز نشاطات حقيقة من تأسيس دي يعني أخني ب 2000 يعني 2013 رقم 1000 ولا غايدية وتثقيفية استشارية يعني أخني باخو بوقت وضخ مكتب استشاري أو مكتب استشاري بيقول استشارات بكل مجالات العلمية الطبية الصحية كل بناي عمم كخدمة وتطوعية حقيقة يعني بريلا ظروف خاصة 2014 كذا تمويل مالي لثوالا بشلي أو مشروع مكله أو من مكله لو مشروع قمنا بس هوا كمحاضرات نشاطات أي يعني تقريبا يعني جمعية حدياب بدها
فرصو بديبة اشتي وخمسة تقريبا، كلهم كل اختصاصات، كلها حمل شهادة عليا ماجستير ودكتوراه بمختلف الاختصاصات، إنها علمية أدبية زراعية طبية. ده حقيقة نشاط ديا بس لي مختص بهاوا محاضرات، يعني بس محاضرات يا الشعب ديا بكل مجالات. وقم فكرة وانا شيت فتوى خاصة بشوى خاطر تطور قاعدية مثلا يعني علاقة أو اجتماع لجنة تنسيقية من مركز الأكاديمي الاجتماعي ومنظمة شلومو للتوثيق بين دو خا مؤتمر أو خا تجمع هابن أو رعاية المخدمين المبتكرين والمخترعين. وحقيقة جهود دي بذل والن وضوان خا مؤتمر بيرخت خمسة جمعوانا كلنا مخترعين ومبتكرين بيقو اقليم كردستان وخارج الاقليم، وذوالن مخ كونفرنس يعني او مخ معرض جمع مركز الاكاديمي الاجتماعي، وزوان خوش نجاح وتوجه وثوى وقتها وزير دين استاذ انو قم باث خواليه وخ يعني خمندي كلش خليوي وتا بذيت عنكاوت عزيزه آيت انه قم لا بغوت اول مؤتمر او اول معرض علمي للابتكارات يعني والمخترعين وكبيره بصخواله، وتقريبا معرض 3 من اصلته من اربع الاسره وكل جماعه تقريبا ناشئه ولا غزيوله من مبتكرات ابتكار مبتكرين وان مخترعين ما عندي اثوالهم. وحقيقه اثوى جماعه ثيلا يعني النتيجه خيرتها قدام المعرض ذيلا ما ايثن مالت ايكيلا اختراعات تعلمه وما دخ ابن مستفيده منها من الناحيه الاقتصاديه خاصه غايدين هو اقتصاديا خاصه وضع كردستان هاي من تامن مستفيده منها ابتكارات واختراعات. رابص باي مدري طلب من تيثا قدها كنشتا دكتور ميقرب خيلة على الزودة طوارة وشوشاطة ايوه خمعلثة خمدخل تدي خلقتها انه من هرتبت سيرة ذاتية ارخى هذا يمشانخ الصرنا محور داها خلقتها او تيليها كثاوة تاريخ وجغرافية ماثد ميزة. أنا بعتادة مقدمة خري أنا طلعت الشماني ميقروثخ وميقرأ نافع شابو برواري ميقرأ جميل يوسف برواري أخت مقرولا خمن هرتا كريثة مقتضى وبتخيد ميقروثخ خمن دي كريا بتكت خمدنا ميقرأ تيلا مشوركي قدوة كثاوة يعني مني لم يقرأ نافع شابو إلى صبرة أديب ين أخشت إلى ماثة دي وهذا ميقرأ جميل يوسف إيلون كاثو وين صبرة يعني أخشي مشوركلت إلى بتماثة تخطة محددة. أنا طالع عندما أنا أذيل بي إن بالنسبة لنافع شابو أو هم أنا مهندس مدني لي بس حقيقة يعني مجيري من تقريبا قم 2000 ولا بليطة بال 2000 بليطة بتاع ألماني ده يعني تامل يعني شو اللي ديث أخ مهندس يتعملت تشوله إذا قم لي كثاوة قم لي يعني بش دها مخاديب وتي مؤلفات وثواني بس خاصة كلها تقريبا روحانياتي يعني كلها روحانياتي لأكثر شيء تاريخية وروحانيات. فكيرا باون مريابة خمتي اني معلومات وثوالي خبرت خالدية مرنا جميلي هاو جميل ثوالي خاصة بعمرة بشرابي لمنن وثوالي يعني من ماذا ثوالي يعني كاثوة اي من ثوالي كاثوة قال مستفدنا من المعلومات دي كبيرة يعني صح مو لان اول كثير جنرال عن كل مدي او فلان مثل فلان قويرة فلان لا اخي موضوع عنواثة معلومات احنا شغلنا كبيرة معلومات مستفد من دي كلها مدونة مدون لك بدي وكاثوة كلها بسورة يعني مشماشة الى رابص اي مليون توا انا هذا خندي بين بقرن بوتم يقروثخ دكتور صيره الى بين يقروثخ اخ ارخى وبيدوك ثاوى قلت مشو تبلغ كثوت الدوك ثاوى ارى هل ايوه ما خبت بصبروثه وكثوته يعني ما خبت بماثه او اعتزاز بيو حقيقة يعني بالزودة أنا بالنسبة لي ما كدم يقروض أخي يعني اختصاصك العلمي مخارة مهندس ميكانيك يعني رخي من صبروثة كبيرة فلجوءك إلى الكتابة يعني قد هاوي قليا شو ألبق خزيان مقرأ هل هو بالدرجة الأكبر أنه رغبة في الكتابة والدخول مجال الأدب والتأليف أم محبة بقريتك الآتي إلى مسقط رازي؟ أنا بدي منه خبطة بالماهلة يثتمى لأن أنا حقيقة من 2003 أو من 2003 أخم رجوع الماثة ديا كيما ما خمدي محصل حلها كمدة يعني حقيقة أن كما 2003 ده أن تقريبا إسلوتريشني لث نتيجة مو لث نتيجة يعني أنا كلنا معدلا يعني كل قد يزال ما ثدي دياخوني له بس معوضة من الأخر اختيبي خلينا أنا بثرة أنفال قم خمتي يعني مخدم الشواود ما قم شقلي الأوبرا دي قم بلاخة بأوبرا
وانا ما صح برادي اخوني بس غنتقم بلطوتني لازم عوضوتين هم قدام التعويض حكموا لهم وعد لهم التعويض وانا يسلتيش اني ارى بس اذا اي او كثاوه الى من مخبت دميق روثو قماصه هذا هر بيوار خريشه جو تلوا سؤال الى عياذايا الى تقليدي انه تخمنت فكره دخسيله يعني الى ما صد ميقروثوخ الى من مخبته قماصه ميقروثوخ إنا خينا جاوا دخويلا تخمنت فكره انه اوديتو لا جو خكساوه. نعم. حقيقة أودي مالوخ أو برس خالد عمي جميلي ده قبضتي له أثوالي خب شغلات مير عن ماثا مير دنيا يعني موثلة كذا أنت كبيرة معلومات عن ماثا كذا ما بدودو تنيري والله جميل خوش فكرة له بس أنا يعني كمهندسيون يعني لين هذا كاثوة بس انت برد عمي انا اسرشني شو الدي قاوي اللي مش هذه معلومات طالديه وقاوي بمراتب له وانا اخ طواع وشغلات ايوه يعني بريلا فكره من داوه من دو سراء قم مخبير من قم مخبيري مير لنا معلومات انا معلومات قم شطرنا تابرد عمي بالمانيا قم مراتب له ناس اخ انا في لي اخ تقريبا شغلات طبع وما طبع وكذا وترتيب وتنظيف والميداني انا قم ولا وضفوا لي طبعا معلومات يعني ما نتوالي معلومات يعني مو كلها معلومات دانيه معلومات تتوالي قم دارنا وكذا وقم لبلنا طالدي وقم يعني شضرفه تاخذ هذه بريد الكتروني وحل محصلوان او حل رتبوان قكثاوه. ورا بصباي اي هدخه ايوه تخمنتها هدخه ايوه امرخ الاسباب والحاجه هذا ابو قارد اث دكتور يقرا الى اجت مشوري له يخون بمقشمنتها بتنفيذ يعني دخي وآر اجواء ما اثوى عسقواث جورخيخو انا قمت مجوبت لي الدواء هنايا ما طوما شبر ان يود خمن هرتق خزيانا يقرب وتشوف جغرافاية ماثت ميزه يعني انا نري الى جبر ورختيثا ضمن ورستاقة عمادية بهو بركيت مهضرة دوك ان ايثن تفاصيل خينا عن موقع جغرافي ماثا قد خزيانا بشاوي صورة جديثة قالها طبعا ماثت ميزه هذا قمايا ماثت ميزه تابعه ناحيه سرسينك وقضاء عماديه ومحافظه دوك ده حاليا بشلا ماثا دين تابع ناحيه شمانكي وناثتن شمانكي بشتا بثر قاره اخني ناحيه شمانكي بثر طورة قاره اخني شمانكي نفس الحدود يوخ اذا الناحيه دين يعني ميزه بشتا تابعه ناحيه شمانكي ناس لو مشار اثوان مثواث دين السرايه بين اثوالا ميزه دثيا وبعدين اثوا اطش صيدر وقصا أرجن حلو بارد بلطاوة تدو بارد نهلة أن دوم الشارع مرخوا 4-5 مثواث أثوان السرعية طبعا أن كلها ده يعني حل يعني حل الشمانكي عند إخوان مناطق محرمة يعني لا تنشر سراقة وأخني مثلا من المالخ ولا شغيل شوا ودين ل 12 إذا بوي منطقة برواري اختيثت ده لتن ولا سراية بيش إلا بو بارد نهلة مبارك خلنا نهلة عندي هاي إصبع دكتور هذا يمشان دختمري أجواء آرد قشمنتا دخي وما أثوى يعني عسقواثق ورخدي أخو قاسم تداوك ثاوى ين كل من دي بشيطة وزيلة اللي بسلاسة حقيقة أن مالوخ لا يعني شغلات بشطوة بس أن مالوخ أن معلومات أثوى لك مقارخ ولا وأثوى لك معلومات كاملة عن ماذا أثوى تقريبا أثوى خبتي مخدم قستياه بتشلو إن لذا خواله أو يعني كله يكثي ولا يعني رابي جميل كله يكثي ولا وخيال نخلي مرت بخله وثوال شغلات خلني أخني طبعا تاريخيا جغرافيا زمائي ملو أزوزاي خشون هر الخجبان تقانا طبعا التخرق يعني التخرق بس التخرق قمنا يعني ثوالا يعني شغلات مثلا لذا خوالي خمتي من دياني لذا ولا أصل معنى اسم قرية ميزي مثلا آثار القريبة ثوالا معجزة مثلا عراجيس ببريد مرداوي ثوالا خقوبيث مرداوي وقارة لو بلديا عوائل القرية أصولهم أنا تخيرت والآن بآثقوا مضامين أنا تخرخلقوا مضامين بس يعني دكتور مارت مشق لمرحلة مقشمنت التنفيذ شتى وبس انت ولث وقاوة لا اسقواثا لا ولا شمال اشغلت دانا هلا جديد وبريك تقريبا شيت تريشن يعني بشوان تعليم او تريشن سباي خشيت تريشن ابا اخوا يعني سنيقته يعني خضريته الوثائق تبقيته بناشر مروالا ومخبر والا يعني كل اثوان ماثا كنت اثوان يعني شواث ماثا هاي والي خبر خمندي مرون طال ديابا انت مجهزتنا بموضوع خمندي عن طريق ماذا اثوان بتنشرك ولا منن يعني معلومات بسيطه عن ماثا ومن التخريب ونخلني اكثر شيء ناشط ميثي يعني الذي وهذا بس عندي لبيش اثوال المعلومات قميه ولا طبعا مستفدوا عن منين المعلومات دي رابص ما دكتور يعني كد انا اي نسخه اصخته ولا بيذي ان يوت لي بساسه اذا تسمح لي
إيثن لبين أمر خطأ نعم. يعني لغويا للشانا إيث نعم ليلي رابة دقيق وأنا خشني إلى موضوع التنظيد موضوع الطباعة وتكتيبة تاريخ وجغرافية قرية ميزة. نعم. يعني إيثن همزة برش ألف تاريخ أو إلى تاريخ أخذوا حكايته بس أحداث ماضية أو إلى تاريخ قد متخ همزة تاريخ بياش لفعل لخ دغدقت أمر التجميع دغدقت أمر مثلا تدريب بياش لفعل. التاريخ هو كتابة أو تدوين التاريخ إذا بالهمزة تاريخ. أما الحديث عن أحداث الماضي فهو تاريخ. تمام تمام. وبدليل أنه داخل دي بين دي لا ولا مرد بالله لك فيه تاريخ لأنه التاريخ هو فعل وتدوين الماضي. تمام رابط دكتورة دي أخنا يعني مطايلة دانقت أورق ومضامين أمر خلوخوي شاثة دي لياثد دوك ثاوة أنا خشون إلى مؤطر يعني دخل فصولي لي ين أبواب لي أي بقى مرتبة مواضيع يعني أنا مختار كم دولنا فهرس دي كم مختارنا فهرس يعني من مقدمة حل السيرة الذاتية المختصرة للمشاركين خلاص 33 موضوعي 33 مادة أو موضوع رابط يعني هذا أن إذا استعرضناهم خب برضو خينا إنا بخا من ديكريا قد هويا جليثة تخزيانا ميقرأ مودي لخوي شاث الدوك ثاوى سنايلة بريانت لما صوت التطالة إنا يوتلي بساسة بلطخة من يخت كريثة أختي يعني رئيس الدواء خورزة وخارطة قدارة مدخوي شاثة خزيانا ميقرأ بلطخ الخامن يخت كريثة أمر خلا باصولا فاصل وخرثة بالدارخ التممت السامة ريانا من داها خلقتا اتلا بداها كثاوة باهس ماثا خبيوتا أدميزي بوشن عمان. مدري ديارخ عموخن خزيانا ميقرل تمام تدعى خلقتا من خرزة سوادة قنيا كدكثاوة ادمن هورا بودية قدا خلقتا إيلة خدشما تاريخا وجغرافيا ادماثا ادميزي وعمن إلى أخ أرخا ميقرا خامن كاثوة ينسايو مدعى كثاوة أوت إلى دكتور رمزي رفائل برواري مدري مقبل خلق بشينا دكتور رمزي أختمري قم من يختقم باصولا قدا وسامة بهاويلا خا جليثة جوانيثة خا عرض عام وبرينت الأب قصة قليل بديلياثة تفاصيل بدها كثاوة تاريخ وجغرافيا قرية ميزة مشاري لن أرمن شوراي أنبيت من عتادة يعني سامة زودة الدوا سهمة ريانة بهاوي بتخوي شاثة ومضامين وبرينت لقاوة بلطخك مبوقاريا شوالي خاثيا سنقت الحكوة من هرياثة باقف عزيزي يعني أنا كيف دمنخ يعني فهرس ديت يعني أو دي تليل قر وأنا تقريبا يعني ثوالي تريهم ما نسخة من مزعلة يا جماعة أخ كل يذيد يعني من أن قمتريشني بس أو قلنا تليل قر لو دي يذيد خازمان دي لمضامين دوك ثاوة طبعا يبي مقدمة يبي ميزة في ذاكرة أبنائها يبي موقع قرية ميزة الموقع الجغرافي لقرية ميزة منطقة مرقة تاريخيا التخ قرية ميزة تاريخها وحاضرها أصل ومعنى اسم قرية ميزة آثار القريبة من قرية ميزة التخ مقابر القرية معجزة مارداويث التنخ قديش أقول خيرة قارة منطقة قارة عوائل قرية ميزة أصولهم وجذورهم التاريخية التخ مختاري القرية وجزء من سيرتهم الذاتية التخ الآباء الكهنة الذين تعاقبوا على خدمة كنيسة مارت شموني التخ الأشخاص الذين درسوا في معهد اللاهوت السمينير قموصل التخ أسماء الخريجي جامعات معاهد كليات دراسات عليا ضمن الماثة التخ أحداث أيلول 1961 التخ الهجرة القسرية التخ موضوع خلنا موقف شجاع من كاهن القرية ثوالا كاهن القرية الهجرة إلى المجهول التخ الجرائم التي حصلت بحق المسيحيين ما بعد الهجرة النبذة التاريخية عما حدث بعد هجرة الأهالي لقريتهم ميزة وقمنا تخفص لنا مخكي بقى الزراعة والري في قرية ميزة والصناعة ومعادن المديان دي موجودين قماهة ميزة والتخ مناطق الأثرية منطقة برواري جيري جيبن والتخ قضية قرية ميزة مانديلي يعني انت او تليلي قرية دي مانديلي قضية دي وطبعا حاليا ما زال الجرح ينزف الدم واثوالا خلجنا حل مشكلة من وزارة الداخلية واقليمة كردستان وان اتخذ موجز طبعا واتخمت صور من ماثا ومصادر ومراجع والتفسير الذاتية للمؤلفين
ان تقريبا المواضيع دي رئيسيه دي موجود يعني بشراره دكتور ان صرنا محاور الى رابه يعني طاوه وده تشمل نعم. كل المحاور خشون ليه تشويقي خمدي اختي انا لا تشويقي بس كله مختصر كاين ما حتى ساوق مختصر لان مو كل من دي انا تخير لا يعني احنا غايدين وبس باشو تراث خمندي هذا انا بين اتقم مرتلب مختصر وابا انا ليه بين يعني كل ديليات تفاصيل سبب دانت خرزه ليه مليان نعم انا نغزه كل دميري لو دكتور نعم. هذه بدير خليه خبخه خمندي كريا ما يخاف بوتيوت خمنه اختي خشمرخ نوع من تلطيف الجو قتلها سواده يقوره الخزيانه نغزه تري ميزه في ذاكره ابنائها انا غزالي باث تشوا ايثن ذم شخته بعربي قصيده قريله قالم شو شميله خزيانه الميقرا يعني ما منو اول انا اشتقم يعني. الف ولا خطي يعني الا من اخلم مثوالي يعني مني ومؤلف دي مؤلف دي او ثوالي يعني او نيسان مريوالي الشعر مرحوم نيسان طبعا هو خورة يا صديق يعني نفس المؤلف من يخرج شلامة قاروخه تخرخ لب شلامة قاروخه قارت لقالا ايام شخته ولكثيو يا ميز قريتي الجميلة يا عشقا يا قلبي عشقا غيره يا ارضي وسمائي وكل مطلبي يا حبا كلما روى القلب من هلت ألح الفؤاد في الطلب عرفتك طفلا فعشقتك شابا وحبك باقي وأن لاح في ظهري تحدبي يعني جعلت من نورك عيونا لي وكحلت عيني بثراك الأطيب وأن أشرقت شموس العالم مجتمعة فكلها عند شروق شمسك مغربي خبراني كلش بسيمه تقريبا طبعا شاعري اللي انا ليه مثلا متى والليل مثلا مقدودي شاعر مكمل لنا كبت له بيت لبساسه مكمل لنا انا ولا عجب لي بمارلي تجلد فيك ملء الرافدين فهل ترغب الروح بعد حبيب مقرب وان سالت عن ذكريات فيك خلت فقد ضمها الحنايا عن زمان عذب أناديك من مهجري بين قضبان معتقلي أما من لقاء يريح عني كربي قد أسعدتني الطبيعة فيك حسبا وأنا بأحساب الدنيا لا أبدل حسبي وإن سألت يوما عن وطني ونسبي أجيب فخرا ميزة نسبي سقتني خلقا وأطعمتني كرما ومن نهد النهرين رضعت أدبي إن جاد الزمان واصطفاني يوما فدون بلاد الدنيا أنت مأربي لن أرضى بغير ميزة لي دارا لن يكون مثواي غير ترابك المذهب بس انت بس مثل مهجر يعني لم عقل وغزل بقرية ميزة قصيدة كانت فعلا تستحق انه قارخوالا نعم بس دمرنا يعني خلنا اللي دي رحماك يا صديقنا العزيز نيسان فأنت لم تحقق حلمك ولكن روحك الطاهرة ستبقى معنا ومع الأجيال القادمة ليحقق لك يوما وان طال الزمن حلمك الجميل وقد رجعت القرية إلى أصحابها الحقيقيين الذين كانوا يحصلون على الخبز بعرق جبينهم ويقاسمونه مع الآخرين وخانة روحي دي يعني أي ماثد ميزة دكتور قزون الطقس دعور نظام السابق طقس دكتاتورايا وأن مخي ونواثة سرخانة جرائم تيلويذ الأنفال شق من أنفال معركة دناشة حرق القرى تعرضت ماثد ميزل هتخا مواقف خمن ذكري بيت خمن ذكري طبعا طوالا يعني من هجرتن ليه بكل من هجرتن هجر والا بطل دقب اشتي وطلع رجع والا وخ مبادرة عبد الرحمن البزاس أو دية خارلة بطل دقب بشوالا زد والا باتفاقية آذار 70 أم رجع والا تقريبا أسرى بها ثلاثة بشوالا بعدين بريوالا شغلت 74 75 اتفاقية الجزائر يعني خمتي منهم بيش مرقوي جماعة تامة بشوالا ثيولا 5 ميل سلاح دينه وثيولا مسلم لجانين تحكمه بعد لا بشوالا كبيرة تام وثوالا كم بشوالا كم بيثر تام من بريلا حرب العراق الإيراني تقريبا أكثر من ثلاثة مسحبوا بشوالا يعني كم ناشف بشوالا قماثة كبيرة بحرب العراق الإيرانية تقريبا بريلا 88 خطية ثوالا تامة عوائل دين تامة بريلة أنفال على أساس ميرا عفو عام يا أخي ليه دخل كذا ثوالا 4 شباب دين زلم سلم لجاني يعني داية خورارين مش الماني ميرا طالع ولا ميرا طالعين لم سلموا لجانه ميرا لا عفولي بطل ثلاثة مسلمين لجاني ميرا أختن سراية أختن معتمرة عرباية ليتن أكرات ولهذا ليش من لهم عفو 4 شباب دين سراية من 88 حداد شو أثر دين لث
ايوه اذا اخر الفال يعني مطيله لخصامه من طلميا من ظلم الطقسه دعور يعني قمقذي ولا ماثا وشباب دين وعوالدين قمثي ولا خل بحر كا لا ربع عذران كله انا ما دخلين دكتين ملكوت شميه امين دارخ دكتور ارخلم يقرا الموقع ميزه منهور الغبوديه موقع جغرافي لقريه ميزه خشون انا مري كنت نقزة ما يخالف ما صح ان باثد ترسر داب ترسر ثاني منطقه مرقه تاريخيه نخشاون يعني منهر بوديو خازخك ما نقزة ليله تليله ويا يعني خك من هرياثه تقريبا قين مالكم اخطوسه نقزة شوا دكتور شوسر باثد شوسر يعني نقزة شوا اصل ومعنى اسم قريه ميزه خلي بكريوثه مودي لمعنى ما يخالف صفحه 17 ها 17 ميلي بس النقطه 7 أصل ومعنى قرية ميزة ميلة معنى تشمت ميزة خلي كريا يعني حقيقة يعني أنا بجاني هم ليذنو بس أنا بلتخل والي مصادر ومراجع خاصة كتاب الرؤساء والمدينة بلتخل أول ما عندي ولما يقال طبعا أكثر من معنى يقال أن معنى اسم قرية ميزة يعني درب العابرين درب العابرين ورخد عوران أي أنها كانت بمثابة دار ضيافة إلى اختصار ميزلتا سب ميزلتا بسورف يعني مسيرة مسير مزلة ميزه اي بشق يعني رقم لشنان قصد ماندي يعني ومؤرخين اخني يعني مشهورين وخاصه كماث السراي والخواوه واخني يعني يفهم قمايا اي بنت الخوالث ولا فنادق ولا مدي اي ناش فايته تام مش المان السراي اثو ضرب بريانتي وهو من ميزلين ميزلين صباح نغزة 8 مارله عتقه الاثار القريبه من قريه ميزه ما عتقه ايثن قريبه من ايثن كلش قريبه ايثن يمري ولا يعني مقابل ما هدين او مرقه او مرقه او دكتور اخزيانا منه خير بس المال يعني ديث ما اخني مرق ولا او مرقه بس او بالحقيقه ولا من اورت ملكه اي مدينه الملوك باللغه الكلدانيه او الاشوري غزماتي بالتسريانيه واثارها ما زالت شاخصه اذا قمه ليله على قمه تله عاليه على سفح جبل يمري نزاره طور نزاره او طور نزاره من يقف على هذا التل سيشاهد خاصه في فصل الربيع منظر من تامر يقول يعني دور كلك سكريت أمره قلب قما أو ما أو ينخرا أو من تامة أو قلب قما يعني الغلاف الأول أو غزي ولما التامة يمري صفح جبل نزارة يمري طور نزارة من يقف على هذا التل سيشاهد خاصة في فصل الربيع منظرا خلابا لمعظم أراضي القرية وحتى بعض القرى مثل شمانكي وبارامونكي وآطش وفي قرية أومركا توجد فيها إلى اليوم آثار كنيسة باسم مارغورغيس وآثار قرية مسيحية قديمة يعني تامة بدليل وجود حجر بارتفاع حوالي متر منقوش عليه الصليب يعني لو أومركا إذن كيبا رابيل صلي والدي نعم خزر نقص خينة ماري لمقابر القرية ألا من يخلون عني ذا معجزة مار داويد ويثلا عوائل قرية ميزة كما بيتو ياثا ذو قرية ميزة بشكل عام كم عائلة تقريبا يعني أنا مخكوي كله ب 57 58 تقريبا 7 يعني بين 30 28 30 عائلة رابط صباي مختاري القرية جزء من سيرهم الذاتية مختارين أن يعني قدنش نتثوانا شقاود يعني خمشية وشتية وشوية ثمانية مختاري القرية دهن لثنا شقاود يسبقت لها خاص مودي خينا من خويشاثة مضامين سنيق لمن هرت الأباء الكهنة الذين تعاقبوا مروخ الأبولوس الأبثيو خمنيانا من كهنة مقلسة ألا من يخلون إني لمن يخي الأشخاص الذين درسوا في معهد اللاهوت إلى 13 شمانة راوسباي أسماء أبناء قرية ميزة أنتيلا بيقي خريجي جامعات رابسباي مودي خينا بيت مدخل نبذة تاريخية بعد ما حدث بعد هجرة الأهالي أكيد بربز لأخو خيك مصلي الدهوك خيك مصلي الأكترشو بغض ده ولا كل علمة من كندا الهولندا السويد الأمريكا كلها رابسباي هذا لخ إثخاء مخويانا عنوان باثد خمشي وإشتا ونقزة سري وثلاثة ماري الزراعة والري في قرية ميزة صفحة 56 ده أي خوش مهمة لأن أخني ما نقطة 23 ما يخالف مهمة لا بس أنا كسلي الأهم دكتور هذا يبقى أمرت لي الزراعة والري في قرية ميزة عنوان إلى جدا طبيعي نعم ماثا قرية تقاوى الزراعة وري جدا طبيعي أنا اللي لفت نظري بالزودة واللي مش ممكن كسلي مارت نقزة بر منه الصناعة والمعادن في قرية ميزة سباي خماثة صورة قطورة ما صناعة ومعادن أي لسلخة توضيح يعني ما كنا باس ده لأن لا باس لنا كمان زراعة زراعة ما كنا يثمانية ما دي الزراعة وراي قيمة مهم
ماخذ ميري طالق لين قم تخرنا يعني بابواثن يتخيري ميرا يقول بري ولا قرانيه يعني حقيقه لين تخاله لو حرب العالم الاولى لو حرب العالم الثانيه وتريم ثواثق ودي منطقه ديا خامق منطقه الشمكان ومري ولا تله واخري ميزي قبر ورختيث امري ولا بري لا قرانيه قاوه خيلين مر اوبرا ومر ماي واو اخني ذتوا اثوالا يعني نيره قماثا اثوالا نيره اثوالا ثلاثه نواثه واكثر شيء زراعدين اخني ورزه يعني أنا حلدها تخارج ثلاث أربع أمري ولا شش مهي وسي مهي وكاس نديدي رزة زرخ ورزة تقريبا كل منطقة دي يعني أخلاهم من منطقة دين حتى يعني ما أمرخ من التصدير أو ذي التبادل آثيوة يعني منطقة دشتة كبيرة منين آثيوة وذي التبادل من دياني رزة ما باري لثوة رزة مقابل قرصة من دياني أو دخلة إلى آخره. إذا ولهذا كلش مهم لأن وفرت مخدم الكبير ماي إثوالا نير إثوال ماي قم هذا الزراعة وراي وكل من دي إثوال يعني ما عدا حمضيات كل من تشبتوا إثوا مع هذا رابص أو نغزة بيش لقليا صناعة ومعادن ما إثوال وماثا صناعة ومعادن تقريبا يست يعني أخني سرايدين كبيرة كبيرة يعني مخدمين تخميل يوذي اثوا برزلا اثوا قيس اثوا من دي قيميه وبرخيه ومخ نجاره ومخ حداده ونجاره وان من دي يعني قصدي صناعه دين ايوه يعني تتمثل في تحويل يعني قصدي الصناعه في منطقه دي تحويل المواد الاوليه الرخيصه الى سلع مصنوعه غاليه الثمن بعد اجراء عمليات تغيير عليها في الشكل والحجم تحويل العنب يعني انه اثوالا ما او على زبيب اي خمنهن والصناعات دي كلها مينا مقدمه يدويه قديمه لسد الحاجه المحليه مثل صناعه المهد يعني يخت يعني ما امر ياخذ درقشته ما درقشته اني ودخواله تامه وصناعه جواريب صوفيه كلها زقري ولا من اثوال نصوف وما صوب واروي اثوالا والسميكه وبعض القطع من المنسوجات الصوفيه يعني مخ زوالي ما لمرتوا ولا زوالي بسطيه مرخواله ماندي زوليات اضافه صناعه سكاكين وخناجر حتى خنجار اثوال يعني مخ حدادي من دي حداده اثوالا ودي مخ حديد اثوى او ذي ولا مخ سكنيات او ذي وخناجر مناجل فؤوس ان كل ضروره تزرايا يعني ما قلت مر اخواله وفاس والمدينه الاثوى طبعا اثوى فئه متخصصه يعني ابا عن جد في مهنه الحداده بالوراثه يعني مثلا انا بابي حداد برونا باشو حداد وهكذا اثوى خمكي منهن هم مهنه صناعه البان هم ضروري من الحليب كالجبن والبيتزا والزبد والدهن واللبن وكل اخني وذقوال يعني كصناعه بالنسبه صناعه اوليه صناعه مخللات من الخضروات للاستعمال المحلي كذلك صناعه تحويل الخشب الى فحم وذقوال ان يعني وتستهلاك الصناعات في البالي الصناعات ثقيله يعني لا صناعات بشراره لا صناعات خفيفه لا كلها لان اخني اي صناعه دخان ما امر خلينا يعني صح شو دي كل شرابي بس ما طم عبر انه لان هم صناعه اللي بيعملوا خير من دي اثوانا من دي خلنا طبعا خمتي خلنا يعني مختصين هاي وذيو ما او ذيو حتى من مثواه خلنا اثيوه يعني او ذيوه مقدمري خلينا نمر خوالي مهد من الخشب والخشبيه فؤوس كذا يدات كذا كله واثيوه ثم غير مثواه اثيوه شقليه يعني او ذخولنا يعني مش الطراني ابواب خشبيه شبابيك كلها تقيسه طبعا انا قياسه كل من دي والالات والادوات الزراعيه التي يحتاجها السكان في القرى لتمشيه امورهم ان كلها تامه تقريبا من منارة طوتوا مليان توا بس ما قالوا دكتور هذا لخ كليلك سخان وزخينا الى باثد شوي 4 مار اللي هو النقطة 30 صور من تاريخ وجغرافيا قرية ميزة صفحة 74 نعم ما ايوه ان يعني ان صورة أرعى مابة خرائط وصور طبعا يعني انا ميري تناشى مقابل دي ميري تخوض لها ميري تديدي بالنسبة للشمال ايكيلا تقريبا ماثا ولا مبوينتا قديا مابة خريطة اي ولا كثير ميزة ولا مخلب له او لبه يعني آلة يعني اخ موقع دي اخر هي كلش ضروري وبالنسبه للزراعه دي يعني كزراعيين يدي مساحه دي كميله ولا مبيوني اخ مساحه دي الاراضي الزراعيه اي من الاراضي الزراعيه اي واخ تقريبا ان السورياثه طبعا مثلا كلها مقدي ولا بانفال الثيو انا ب 2007 رابي سركيس خان هو اللي طال موافق بنقرا سرقس بروان خاسي بثوات ان اوي اعاده تعمير ان ما ثيق ان باتي سورياثه ان قديمه بس خشكنا ندير قاودي قديمه ايوه تقريبا لا بيش جزء من قديمه بس كلها جديده له اي اذا ان كلها لسه حتى عشتاري لما صورت لصور عشتاري ولا قد قم كاملوا عشتار خاثة الشقيقة وأوخنا نعم برصوبي ثن قاودية أنا برصوب بس أول خريطة خلنا مهمة للحدود
او كلش نقوم له خريطه يعني ده لان اذن تجاوز بينما اخن اتن خريطه من 61 او خريطه ماثل اللي بدها تجاوز ولا كله بيد تجاوز اللي دي بس اخن اتن خريطه مثبته بيدخ يعني دان اسل المساح بيد ايميل حدود ماذا ديا الله صباي خينا موت صرياث مبيت منها لان ما للصرياث ان اثار خمتي تامله لمن يعني كل اثار والصور كما امرانه خا امراه قومي والله لا انا حقيقه تري امراني وخا بس يعني بشوالك كاثار الدوبارة مار يوسف اثو ختامه واطوان خيت امري والد نرشموني يعني بقول يعني اخر شيء اثوان بس اذا موجود شو مرشموني وهو بسمت شموني وهو قوم قمد مهجر خو اشتيوخا أرى بصباي مودي خينا بدوك ثاوى قد نيخبني خنطايخ لخثمت خلق اتلي بلكت خشوا على تاويا ترى مودي خينا مخبت مزيد الدكتور والله كبن مزيدا يعني او مديد المال يعني اخني بس كبن مزيدا الذي شغلت ماثا ومراجعات ديا يعني انا طلبا من كل رؤساء ديا يعني مثلا الروحيين والدينيين كذا يعني خاصه معياريا يعني ما قدرت تماثل الناشوات هذه يعني اثوالا خما بادره بريوه لاخ بس حل ده شو نتيجه ده مخزنه طرق بادره وزاره الداخليه العراقيه وكثير يعني الشمانه كلش رابط تشكيل لجنه 28 كل صخوالي ابا بدي فقره دي 28 ديويدي 28 كيلو فقره يعني مطالبه باعاده اعمارها بشكل عام 28 بل 73 اي لا ايه 73 بس خذ 5 محلين اي تشكيل دافي نبذه تاريخي تشكيل لجنه الى تشكيل لجنه 66 66 نقطه النقطه 28 تشكيل لجنه لحل التجاوزات يعني انا انت بدمرنا طارق زي لجنه كلش خولش لجنه بس حلتها كم نتيجه يعني اي لجنه باشراف من لدن السيد ريبر احمد وزير الداخليه في كابينه التاسع لحكومه اقليم كردستان بحضور الساده كله موجود يعني من موقعين شقيل وزراء وكذا يعني بكل تخرنا الشمالين تم عقد اجتماع بخصوص مشكله اراضي المسيحيين في ديوان وزاره الداخليه لحكومه اقليم كردستان يوم الثلاثاء الموافق 30/11/21 وعقبه مؤتمر صحفي للسيد وزير الداخليه مع القنوات الاعلاميه وتحدث السيد بقوله مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء اجتمع محافظ أربيل والإدارة المستقلة لقضاء سوران وقائمة مقامات الأقضية ومدراء النواحي بخصوص أراضي إخوتنا وأخواتنا المسيحيين واستنادا إلى القرار 83 تم التأكيد بأنه يجب تنفيذ القرار كما هو راجعا خطوات هذا القرار يعني مراجعتنا خطوات القرار كما أشار سيادته إلى الخطوات الجيدة التي تم تنفيذها عن هذا الموضوع في قضاء عنكاوة من خلال محافظ أربيل وأكد بأن شكاوى المواطنين تم تقديمها في وقتها وتم فرز نوعية هذه الشكاوى وكذلك خلال هذا الاجتماع قررنا تشكيل لجنة تتكون من وزارة الزراعة وزارة البلديات وزارة العدل دائرة المتابعة في مجلس الوزراء دكتور أنه إلى تفاصيل دلياثة مو دبيت يعني أمر قدوان كيف نبين أمرا أنه أنا حسب ديوكتيوي يتم رفع التجاوز اللي تم على الأراضي المكونات يعني قدوة ملوءة يعني أبانا برصوبا إيث من متابعات دي لو ملوءت عورتها على الأرعاثة يتلي خكمة يعني موضع واثة معلومات عامة يذتلو بالكترابة سباي دكتور قلت له ويا شكاوي ويا دعاوى ومحاكم اختيادت قباتي دينا من ناشي دياني من ممثلاني دي من شوت آسي دي يعني دزوثا بيقي لخكمة بسقانة يعني صدرت قرارات عن بعض المحاكم برفع التجاوز إنا قصرة إيكيلوية خلل إيكيلوايا وايلبي لم قشمنت الدنيا بسقانة يعني ويانا لجان خيشنا ويدنا مسخصيتا تحقيق صدير إلى خكمة قرارات خكمة عملوا إلى المارقو كله أختي قشمنت على أرع عليه لويثة هذا خيلة سواء إديو يوما قماث ميزة إيثم خكمة مقومات أمرغ دخيني أرعاد ظروثة ينمية بحيث إن ويلا تخصيصات يعني مالية ويلا خبسقانة قرار بتتناثد مع مرتدية ينجح هذا المشروع وإيثن ناشق الدير شكني قاودية أخطو سأبني له سؤال يعني ممكن يكون افتراضي هذا منه حتى ندير افتراضي يعني ماذا موجود يعني آلاتها كله لصغير ناشتي وقاوة ناشتي وقاوة لا تناشت قاوة
دمنه سبب سبب بيش معمر ثقامين مو معمر الليبن ازخ اني لما دخلت يعني انا دمنه 5 لازم ما قيل ارجع له وكبير لما تقود لما حتى ابني لا ما شغلته له اخنا قبنايت ماذا يا عزيزي يثك ما خلن السقواثه لا يقش وقت بان اخو ماذاش بثرة دقة حل زلن وصلنا موافقة وثيلا خدوك ثقرة ويشة ويتشم دثوة من دكان كله يزر أي من دكت ماخذ بالدوزر كبير تعويض منه أنا ميك يوم نيم تعويض وذن أي دكتور دواء أمريكا خبرت أمريكا برخوار برتخوه حتى مقاول دين دو برواري بالا بميريا ببني حتى تربية ذات مطابي لبغض دكتور فش بزمارة مقليه يعني إذن قطرة خوش عسقواث خوش معي إذا أثوى عسقواث لو من أسقوا لسقوا إنها وتوم يقروثوخ أو سؤال أي بنوع من المشاكسة هذا ماثد ميزة إلى جو برور اختيثة إلى جو رستاق قضاء العمادية وبركيد مهضرة دوك إنها وتوم يقروثوخ مشتعلانا مدبرانايا مسؤول إداري يعني يضغط دكتور إلى مثواثة خامنيانا من مثواثة بيش بنيثة ناحية خامنيانا من نواحي بيش رستاق قضاء عدد من الأقضية بيش محافظة إنها وتوم يقروثوخ أخ أمرخ مدبرانة بنيثة مدير ناحية ينقاي مقام ينهي بركة محافظ بيوتوا اهتمام بالزودة وخدمات قماثة تيلا ديوخ دم يقروثوخ وبهدخة بيشت آتي يعني غير عادل جو إدارة ينهالوا هالة مثوات خينة إلى من باب المشاكسة يعني أو من باب المزاح بس أو تنهاية عدالة وأخ خاصة يد أغني سرايا لازم عادلين شيحوا لملبلن عدالة كل لا قصدي يعني ليبر يعني دخيون يعني ما يعني هالو هالة مثوات خينة أو كدين موظف تام موظف أنت كله أنا عشلين بس تمام يعني بتويا وهالو هالة عدالة بتويا وهالو هالة سرسنج طبعا. مثلا سبسرسنج ماثلة لا منه خشواوة ومثل انه يعني كاك آلن تامة وماثل دين عدالة من كلها خينا انا مري ايوه بقارة من باب المشاكسة والمزاح احنا طايخ لختم تبدأ خلق دكتور المخوبة امرت خمم لخرايق خاصنك كلمة اخيرة كلمة اخيرة انا طبعا شكر خرابي كبيرة لان انا حقيقة هي ماثا دين يعني لين على موتنا بس ماثا يعني تاريخية لا تراثية لا ستريتوث ثو قاوة ثو يعني كبيرة من دياني قاوة أو تاريخ دين لا لمنشي ولمنشي ما طول أو خاك هوا لمنشي كم سجلت دهطان أو يعني مختيره باس مثلا إذا بش تأجل اشترط توثيق بش أخذ توثيق أخني أي تبنوا يعني أنا من زمان تبنوا وثنولنا بس ميريش بادرة منه وأنا شكر كبير اللي بادرة ديوخ لأن يعني قم خبت يعني خشولي ده ما طيل إلا خجرته بدي توثيق ديوخ انا بخشوا انه ما بدها اختي وقماثا بسيمة دكتور اخنا نواليثه لألان ورديد انا اختمري عتاده مقدمه ابدا انا بختمن يعني انا مجرب كل دانا اودن اتشايوثه تنوع قملوه مواضيع ومجالات اللي اختار من عندها الكتب اديو يوما ايوه بدخ قريه بدخ ماثه ممكن خا حلقه خيت بتوي بدخ برصوفه بدخ شخص ممكن ايضا حلقه اخرى ماثه خيتها وهكذا قد مجربخ اودغ تغطيه كل دنق يغلي مجالات ايوه واليث لن وهاو بسيمه رابا دكتور يعني خجل دمنه بسيمه رابا وبدمنه خجل تم اكدن له لنا شت مثواثا دي له قبر ورليثه قور اختيثه قصفنا قشم كان اتن كبيره مثواثه ان مثواثه دين كلها يعني لما شت خبقه خيلت لو اخنا قونا اذ بشكل عام قنيث العراقيه سوريا اتلاني خرزل مثواثه يعني اتلاني سمزوده مثواثه واذا خلا تغطيه او خمندي الى ستيته يعني ثابت قو منهاج القناه هاد بسيمة رابع دكتورة يعني قارت ويلو خرخ عمان خزانا ميقرن طايخ لختم تداخلقتا صورا يود مقرولا خملوها بسيمة قال يخون خطوصة يو من مثواثا قد بيشي كل دانا يدخارا هل خلق يا ثاثياني قبل الخبن يقارن بوش شينا وشلامة